في هذا الفيديو نحكي لكم بالتفصيل أحداث الحلقة 15 من مسلسل مولانا التي حملت عنوان القصاص. حلقة مواجهة مفتوحة بين جابر والعقيد، كشف خيوط الفتنة واقتراب التحقيق من هوية جابر الحقيقية. أولاً، أبو خلدون يقترب من حقيقة جابر. تبدأ الحلقة مع استمرار رحلة أبو خلدون في البحث عن الحقيقة. يزور ضيعة جابر الحقيقية ويعاين البيت المهدم الذي كان يسكنه. يلتقي بالمقدم الذي سبق أن سلم جثة سليم الحقيقي لأخته، ويكتشف أن صورة جابر اختفت من مكتبه بعد زيارة سليم العادل للضيعة. يربط بين هذه التفاصيل ومسار تاكسي السلامة لتضييق الخناق أكثر حول هوية جابر الحقيقية. يقرر مواصلة التحقيق سرا في منزل أهل جابر، ما يمهد لكشف كبير قادم. ثانياً، حصار بيت مولانا. جابر يحقم الدماء. في العادلية تتجه الأنظار إلى بيت مولانا. جماعة الحج تحاصر منزل جابر بالسلاح، والفتنة على وشك أن تتحول إلى مجزرة جديدة. جابر يتدخل بطريقة غير متوقعة، يحفر قبر جد شهلة أمام الناس ليكسر الأكاذيب المرتبطة بسلمى والاتهامات المحيطة بها. يضع التراب على وجه سلمى داخل القبر ليؤكد طهارتها وبراءتها، محذرا أهل القرية من لعنة تصيبهم إن أراقوا دما ظلما. هذا المشهد يقلب الموازين ويحول الحصار إلى لحظة وعي جماعي، فيتراجع كثيرون عن التصعيد. ثالثا، اتهام الثكنة والعقيد بإشعال الفتنة. بعد أن يهدئ غضب الناس يقلب جابر الطاولة، يلمح أمام الأهالي إلى أن الرصاص الذي أطلق في عرس الدم لم يكن صدفة. يتهم الثكنة والعقيد بأنهما وراء إشعال الحرب بين أبناء القرية عبر افتعال جريمة أبو ربيع لتفتيت العادلية من الداخل. هذه الاتهامات تضع العقيد ورجاله في مأزق حقيقي أمام غضب الناس، وتزيد من مكانة جابر كقائد في عيون الأهالي. رابعاً، كشف دور نمر وعمران، قصاص بلا دم. لا يكتفي جابر بالدفاع، بل يبدأ بكشف الخونة داخل القرية. بمساعدة زهرة أم رشيد يتضح الدور المشبوه الذي لعبه نمر وابنه عمران في تأجيج الفتنة. يظهر أن تحركاتهم كانت بتعليمات من الثكنة لإشعال الصراع بين العائلات. يتم القبض على عمران أثناء محاولة الهروب، ورغم امتلاك الفرصة للانتقام بالقتل يرفض جابر سفك مزيد من الدماء، ويأمر رشيد فقط بقطع لسان عمران أمام الناس ليكون عبرة لكل من يبث الفتنة. خامساً، المواجهة المباشرة بين جابر والعقيد. تصل الحلقة إلى واحدة من أقوى المواجهات. يتصل جابر بالعقيد ويطلب ملاقاته خارج أسوار الثكنة بعيدا عن حماية الجنود. في مواجهة ندية يحرج العقيد ويوبخه أمام نفسه. يلمح له بأن زيت مولانا وصل حتى جسده، بإشارة إلى أن نفوذه اخترق دائرة العقيد الخاصة. العقيد يحاول التمسك بصورة الرجل القوي، مؤكدا أنه لن يخسر، لكن ملامح الانكسار تبدأ بالظهور أمام صعود جابر وتأثيره المتزايد على العادلية. سادساً، نهاية الحلقة، هروب فاتنة وحمل غامض. تنتهي الحلقة بمفاجأة جديدة. يتضح أن فاتنة قد هربت بعد اكتشاف حملها. هذا الحدث يفتح باب صراعات جديدة تماماً. من هو والد الجنين؟ وكيف سيؤثر هذا الحمل على علاقة فاتنة بالعقيد وعلى صراعها مع جابر؟ مع اقتراب التحقيق من كشف هوية جابر وهروب فاتنة، تصبح العادلية مقبلة على مرحلة أكثر اشتعالاً في الحلقات القادمة. لو أعجبك هذا الملخص لا تنسى اللايك والاشتراك ليصلك ملخص الحلقة 16 فور عرضها.